شباب تالتة إعدادي إن شاء الله هنشتغل النهارده جيومتري، وزي ما الحمد لله رجعنا للألجبرا وجي منها حاجات كتير جدا في الامتحان وخرجتوا مبسوطين، إن شاء الله نفس الكلام هيبقى معانا في الجيومتري، بس هزود بس في الجيومتري إن أنا عندي هنا رولز فهراجعها الأول. هبتدي بالبرانش طبعا بتاع التريك، إحنا متفقين إن الجيومتري مقسوم تو يونتس، اليونت الأولانية هي تعتبر برانش اسمه تريك، اليونت الثانية كانت جيومتري، فهراجع مع بعض الرولز وبعد كده نبتدي نحل. يلا بينا. طيب اول حاجه بالنسبه للتريك لازم تكون عارف بايثاغورس ثيورم كويس جدا 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 جدا. بايثاغورس ثيورم واحنا بنشتغل عليها طبعا لازم يكون بايثاغورس بيشتغل برايت انجل تراينجل. رايت انجل تراينجل اللي قدام الرايت كان اسمه هايبوتنس، ودول طبعا ما كانش ليهم اسامي. لو انا عايز اجيب الاي سي، لو انا عايز اجيب الاي بي، لو انا عايز اجيب البي سي، كل ده كل واحد فيهم بيتعمل تحت الروت. الوحيد اللي بيجي بالبلس هو مين؟ الهايبوتنس، اما التو سايد التانيين بيجوا بالماينس، وطبعا لازم اعمل سكويرنج للتو سايدز اللي عندي. يعني لو معايا مثلا ده 3 وده 4 وانا عايز اجيب ده، فهقول 3 باور 2 بلس 4 باور 2 اللي هي هتطلع ب 5. لو معايا الاي بي ب 5 وعايز اجيب لو عايز اجيب الاي بي ومعايا الاي سي، فهقول الهايبوتنس باور 2 ماينس السايد الثاني باور 2. ونفس الكلام لو معايا البي سي، لو مش معايا البي سي هقول كده 5 سكوير ماينس 3 سكوير. طيب كنا بنقول ان في بيست فريندز فين؟ في بايثاغورس ثيورم مهمين جدا اللي هم 3 4 5 و6 8 10 و12 13 5 و15 و20 و25 و1 و2 وروت 3. دول مهمين جدا 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 وبيست فريندز. يعني لو لقيت واحد 3 وواحد 5 يبقى الثالث 4، لقيت 12 و13 يبقى 5، لقيت 1 وروت 3 يبقى 2. وطبعا لو مش عارف هتشتغل بالبايثاغورس ثيورم. طيب ابتدينا بقى لما جينا ناخد التريك، قلنا التريك ده عباره عن ايه؟ التريك ده عباره عن اسامي 3 بنات مهمين جدا، سهى، فرانكو، وسهى، وتهى. سهى وسهى وتهى. سهى اللي هي تعتبر ساين ايكوال الاو اوبوزيت والاتش هايبوتنس. سهى اللي هي الكوساين، الاي ادجيسنت والاتش هايبوتنس. اما تقى فهي مين؟ التان والاو اوبوزيت والاي ادجيسنت، وبتهيألي كده عمرك ما هتنساها. سهى سهى تقى. طيب ايه الريليشن ما بين التان والساين والكوساين؟ قال لي التان دايما هي ساين سيتا اوفر كوساين سيتا. يعني لما اجي اقول لك تان 35 هي ساين 35 على كوساين 35، تان 70 هي ساين 70 على كوساين 70. معلومه ثانيه مهمه جدا لما اجي اقول لك ساين اكس ايكوال كوساين واي، امتى اقول عليهم الاثنين ايكوال؟ قال لي لو الاثنين دول كومبلمنتري. كلمة كومبلمنتري معناها ان الاثنين مجموعهم 90. الاثنين مجموعهم كام؟ واللي ما بيعرفش ممكن نقول له حركة جميلة جدا من الحاجات اللي بتعجب الجمهور، ان دي تعتبر 90 يعني 90. يعني لما اجي اقول لحضرتك ساين 30 هتقول لي كوساين 60، لو جيت قلت لك ساين 20 هتقول لي كوساين 70 وهكذا. امتى الساين بتساوي كوساين؟ لو الاثنين مجموعهم 90. ده كان اهم حاجة اللي عندي فين؟ في التريك. خدنا كمان لما نيجي نشتغل انا معايا الانجل وعايز منك، معايا الانسر وعايز منك الانجل. يعني جيت قلت لك ساين سيتا ايكوال هاف. هنا انت معاك الانسر والمفترض ان يكون حافظه. طب لو انا مش حافظه بعمل حاجه اسمها بدوس على الاله كده واكتب شيفت ساين اللي هي هتظهر بالمنظر ده للانسر اللي عندي، والاله تقوم بدورها وتطلع لك الاجابه اللي هي 60. خلاص ده كان الليسون 2 في التريك، وكان بيقول لك بروزات وهنشوف اسئلته بتيجي ازاي. ده بالنسبه للتريك. بالنسبه للجيومتري اول ليسون عندي كان الديستانس كان ليها رول. الرول بيقول لي روت x2 minus x1 باور 2 بلس y2 minus y1 باور 2. وطبعا كان عندي كيسز كتير كولينير، وال3 بوينت ازاي اثبت ان هم ترينجل، و4 بوينت ازاي اثبت ان هم ريكتانجل، رومباس، باراليلوجرام، كل الكلام ده هنشوفه في الاسئله. ده بالنسبه للديستنس. كان عندي رول تاني اسمه الميد بوينت.
والميد بوينت واضح جدا ان هي بوينت، وطالما بوينت لازم اكون عارف ان هي عباره عن بوينت. عباره عن بوينت يعني ايه؟ يعني في كوما في الميدل. هنا بقول x1 بلس x2 اوفر 2 y1 بلس y2 اوفر 2. ويفضل دايما في درس الميد بوينت انك ترسم لاين وتحط الارقام بتاعتك عليه. طيب ده بالنسبه للميد بوينت. بعد كده خدنا حاجه اسمها السلوب. طيب بالنسبه للسلوب، السلوب كان اسمه ام، والام دي كانت بتيجي بفور كيسز. انا بجمع لك كل الرولز عشان ما تحتارش. لو انا معايا 2 بوينتس يبقى الرول بتاعي الام السلوب هيبقى y2 minus y1 over x2 minus x1. طبعا دي x1 y1 x2 y2. طيب لو انا معايا انجل والانجل دي اسمها سيتا، يبقى السلوب بتاعي تان سيتا اللي هي اتكررت كتير جدا 45 وحفظناها تان 45 بوينت. طبعا ممكن تيجي اي رقم، بس انا بتكلم الامتحانات كلها كانت ماشيه بالطريقه دي. طيب لو انا معايا الايكويشن دي اللي هي الواي ايكوال ام اكس بلس السي، طبعا دي الستاندرد ايكويشن، يبقى السلوب هو كوفيشنت الاكس بالبلدي كده، الرقم اللي جنب الاكس هو ده الام. طيب لو اداني الايكويشن اللي هي اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوالز ايه، هنا السلوب نيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر كوفيشنت الواي، يعني نيجاتيف الاي اوفر البي. دي كل الكيسز بتاعت السلوب. خدنا كمان ان لو عندي L1 باراليل ل L2 فده معناه ان السلوب الاول ايكوال السلوب بتاع الثاني اند فايس فيرسا. خدنا كمان لو L1 perpendicular on L2 ده معناها ان M1 تايمز M2 ايكوال نيجاتيف 1، برضه فايس فيرسا. لازم تكون عارف ان السلوب of straight line parallel to x axis، والكلام ده انت خدته في ثانيه اعدادي، هو زيرو. والسلوب of straight line parallel to y axis undefined، وكلمه undefined معناها number over الزيرو. ممكن اقول اسهل رقم عندي اللي هو ال1، فاقول 1 اوفر 0 لو احتجت اشتغل بيها. دي كده كل الرولز اللي عندك في المنهج. تعالوا بقى نبتدي نشوف المسائل ماشيه ازاي. طبعا يا ريت تكتبها قبل ما تشتغل. هنا بالنسبه لي كوساين اكس بلس 25 ايكوال هاف، برضه معايا الانسر وعايز اجيب الايه؟ الانجل. طيب لما يكون معاك الانسر وعايز تجيب الانجل برضه نفس الكلام، شيفت كوساين للهاف هتطلع الانسر بتاعك ب 60. مين بقى اللي ب 60؟ الانجل دي كلها. يعني الاكس بلس ال 25 ايكوال 60، وادي ال 25 بالماينس هتطلع الانسر بتاعي 35. طيب بعدها هنا بيقول لي ساين ايه ايكوال كوساين ايه. اول ما اشوف ساين ايكوال كوساين معناها ان التو انجل دول كومبلمنتري، يعني ال 2 a بلس a ايكوال 90، وادي ال 2 الاذر سايد بالديفايدد يبقى ال a ايكوال 45. اللي بعدها a circle of center at the origin point. origin point اول ما تشوف كلمه origin point ومتكرره معاك كتير قوي تبقى عارف ان الاكس بزيرو والواي بزيرو. and its radius مديني الار بتاعي بكام؟ ب 2. بيقول لي هنا which of the following points belong to the circle. طبعا هنجرب بوينت بينهم مع الرقم اللي معاك برول الديستانس. يعني اول واحده هتبقى كده 1 minus 0 باور 2 بلس نيجاتيف 2 minus 0 باور 2. دي هتطلع 1 ودي هتطلع 4، هتطلع الانسر بتاعي روت 5. انا عايز الانسر بتاعي يبقى طبعا الار ب 2. هجرب واحده فيهم. تعالوا نجرب دي برضه مش هتنفع بس نجربها. هتبقى طبعا نيجاتيف 2 مش لازم اقول باور 0 خلاص الناس اللي فاهمه، بلس روت 5 ماينس 0 اللي هي برضه روت 5. هتطلع هنا 4 بلس 5 اللي هي روت 9 هتطلع ب 3 برضه مش هتنفع. اللي بعدها هتبقى روت 3 باور 2 بلس 1 باور 2 هتطلع الانسر بتاعي 3 بلس 1 روت 4، وروت 4 تطلع 2 يبقى الانسر بتاعي روت 3 1. ما فيهاش اي مشكله غير ان انت تكون عارف ان الاورجن بوينت 0 0 وتطبق الرول بتاعك.
طيب ذا بيربنديكولار ديستانس، اول ما تشوف الكلمه دي ما تفكرش. هنا الاكس ب 2، هنا الاكس بنيجاتيف 3، يبقى الديستانس بتاعتك على طول 5. هتقول لي يا مستر في نيجاتيف، ما اعتبر ان مفيش عندك نيجاتيف، اعتبر ان مفيش عندك نيجاتيف، يبقى المسافه هتبقى 2 بلس 3 تطلع الايه؟ الاجابه 5. اللي بعديها ذا ديستانس بتوين ذا بوينتس 4 و 3 اند اكس اكسس، اول ما تشوف كلمه ديستانس واكس اكسس خد الواي، الواي هنا كانت بكام؟ ب 3، يبقى الانسر بتاعي هيبقى 3. يبقى اول ما اشوف ديستانس بتوين بوينت واكس اكسس اخد الواي. طب لو ديستانس بتوين بوينت وواي اكسس خد الاكس. طيب وطبعا ما حدش يقول لي نيجاتيف 3 لان دي ديستانس يبقى لازم تكون بالبوزيتيف. اللي بعدها ذا ديستانس بتوين ذا بوينت لسه اهو 4 و 3 لسه قايل، وواي اكسس اخد الاكس، يبقى الانسر بتاعي هيبقى 4. طيب طبعا هرسمها لك لو انت حابب تفهم مع انها مش محتاجه. اي بي باراليل سي دي، لسه قايلين في الرولز طالما التو باراليل لاينز دول باراليل ده معناها ان السلوب بتاع الاي بي ايكوال سلوب اوف السي دي، يبقى الانسر بتاعي على طول هيبقى هاف، مش محتاجه اي حاجه. بعدها AB perpendicular on CD the slope of AB half. أول ما تشوف perpendicular يبقى السلوب بتاعك، احفظ الجملة دي كويس، شقلب شقلب واقلب، شقلب واقلب، بدل ما تقعد تشتغل ب M1 و M2 equal negative 1 شقلب واقلب على طول. هي هاف هتبقى 2 over 1 يعني 2، واقلب يعني غير الساين، يبقى الانسر بتاعي يبقى نيجاتيف 2. امتى؟ لو قال لي ان التو لاين دول مالهم perpendicular. اللي بعديها x بلس y ايكوال 5 وكي اكس بلس 2y ايكوال 0 ار بيربنديكولار. بيربنديكولار السلوب بتاع دي اخر رول انا كتبته بتاع السلوب اللي هو النيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر كوفيشنت الواي، يعني نيجاتيف 1 اوفر 1. نفس الكلام هنا نيجاتيف كوفيشنت الاكس اوفر كوفيشنت الواي. هل الاثنين دول ايكوال بعض؟ لا، لان دي كلمه بيربنديكولار، يبقى شقلب شقلب واقلب شقلب واقلب شقلب واقلب على طول. طب شقلب واقلب مين؟ اللي يعجبك. انا لو منك اعمل دي عشان فيها نيجاتيف فتغير النيجاتيف. لما شقلب هتبقى 2 اوفر كي، اقلب يعني غير الساين فما يبقاش فيه نيجاتيف. بالمنظر ده كده الاثنين ايكوال، اعمل الكروس الجميل تطلع الانسر بتاعي نيجاتيف 2. اللي بعدها نيجاتيف 3 و 2 اوفر 2 6 اوفر كي ار سلوبس اوف 2. اهم حاجه باراليل اور بيربنديكولار. باراليل خد وانت مغمض الاثنين، حط ما بينهم علامه الايكوال الجميله بتاعتك واعمل الكروس بتاعك وما تخافش. لو قال لك بيربنديكولار نبقى نشقلب ونقلب زي ما اتفقنا. يبقى الكي ايكوال 2 تايمز 6 اوفر نيجاتيف 3، يبقى الايه هتبقى بنيجاتيف 4 الكي. طيب اللي بعديه سي دي از باراليل تو واي اكسس، ده معناها ان السلوب بتاعي undefined. طيب وير ان السي والدي دول 2 بوينتس، يبقى لما اجي اجيب السلوب بتاعهم هيبقى y2 minus y1 y2 minus y1 يعني الثاني ماينس الثاني على طول، على x2 minus x1 يعني الاول ماينس الاول. الكلام ده undefined. طب اكتبه ازاي undefined ماثيماتيكالي؟ اكتبه كده 1 over 0. فلما تيجي تعمل كروس اي حاجه تايمز 0 راحت، اللي هيتبقى اي حاجه تايمز 1 يعني نيجاتيف 5 ماينس الكي ايكوال 0، دي هتروح بالبوزيتيف، يبقى الكي بتاعتي بكام؟ بنيجاتيف 5. بعدها if the straight line AB is parallel to x axis، كلمه ان straight line parallel to x axis يعني السلوب بتاعي ايكوال 0، الام ايكوال 0. طب انا هنا معايا 2 بوينت، يبقى برضه الثاني ماينس الثاني يعني كي ماينس 3 اوفر 2 ماينس 8 ايكوال 0. طبعا 0 اعمل له كورس يبقى كانه اوفر 1. اعمل كروس، اي حاجه تايمز 1 هتبقى زي ما هي، واي حاجه تايمز 0 راحت، يبقى دي تروح الاذر سايد بالبوزيتيف تطلع الكي ايكوال 3. طيب بعدها the equation of the straight line which passes through the points Q5 and parallel to y-axis. أول ما ألمح كلمة the equation of the straight line دي ليها شكل محفوظ اللي هو y equal mx plus c. المطلوب مني أجيب الm السلوب والانترسبتد بارت c. يقول لي which passes through the point 3 و5 وبارallel y-axis. parallel y-axis يبقى أنا هاخد الاكس فقط. parallel y-axis طبعا أصلا إن السلوب بتاعي undefined. السلوب بتاعي undefined.
برضه لو انت عايز تعرف يعني ايه السلوب انديفايند، لو انا جيت رسمت لك كده ادي الكوردينيتس بتاعتك وبقول لك الستريت لاين ده بارالل للواي اكسس، بارالل للواي اكسس يعني شكله كده. طيب المنظر ده لو انا همشي بوينت بيقول لي passes through the point is 5، معنى كده ان انا همشي 3 وهطلع كام؟ وهطلع 5. يبقى الستريت لاين ده بيبعد عن الواي اكسس بكام؟ انا مشيت 3 وطلعت 5، يبقى بعدت عن الاكس اكسس بكام؟ ب 3. بعدت عن الاكس اكسس بكام؟ ب 3، اللي هي نفس فكره لو قلت لك واي اكسس خد الاكس، يبقى على طول الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3. اللي بعدها طيب the equation of the straight line which passes through the point -2 -3 وparallel to x axis. هنا هاخد الواي، يبقى الواي بكام؟ على طول الواي ايكوال -3. اللي بعدها كوساين اي tan 30 ايكوال كوساين سكوير 45. find the measure angle الاي والاي is an acute angle. طبعا مساله زي كده عشان تاخد الستبس بتاعتك لازم تفهم اللي بيصحح ان انت سعادتك حافظ الكلام ده، فتعمل واحده واحده على كالكليتر. فطبعا هنا كوساين الاي هتنزل زي ما هي، تاني ال 30 بالاله بتاعتي هعملها بالاله هتبقى روت 3 على 3 بالاله بتاعتك ايكوال كوساين ال 45 هتبقى روت 2 اوفر 2 باور 2. الباقي حسابات عاديه جدا، دي طبعا هتطلع 1 اوفر 4، دي هتبقى 2 اوفر 4 اللي هي هتطلع هاف، ودي طبعا هتبقى زي ما هي كوساين اي ادي روت 3 اوفر 3، وادي كوساين الاي اللي انا عايزها، طبعا دي كانها تايم هتودي دي الاذر سايد بالديفايدد، فهتبقى كوساين الاي ايكوال هاف ديفايدد روت 3 اوفر 3 اللي هي هتطلع بروت 3 اوفر 2، يبقى كوساين الاي ايكوال روت 3 اوفر 2. طب انا معايا الانسر وعايز اجيب الانجل، هعمل شيفت كوساين للانجل اللي معايا دي، الانسر اللي معايا هتطلع الانجل بكام؟ ب 30 ديجري. اكيوت زي ما هو قال عشان تتاكد انك صح. اللي بعدها بيقول لي if sin 45 كوساين 45 ايكوال ساين 30، نفس الكلام. ساين 45 بالاله روت 2 اوفر 2، وما تنساش تحط الانسر بتاعك بتوين براكت، كوساين 45 روت 2 اوفر 2. ساين ال 30 طبعا هنا بيقول لي find the value of الاكس، ماشي ممكن نقول هنا في اكس عشان احنا بنشتغل برضه، ادي الاكس اهي ايكوال ساين 30 طبعا اللي هي هتبقى هاف، دي بالكالكليتر هتطلع بكام؟ هتطلع 2 اوفر 4 اللي هي هتطلع برضه هاف، دي هتطلع هاف ايكوال هاف، اكيد لما هودي دي بالديفايدد هتطلع الاكس بكام؟ 1. هي هنا الاكس ما كانتش باينه انا وضحتها. اللي بعدها without using the calculator prove that. طيب عشان تقول له without using the calculator زي ما قلت لك بتبين انك حافظ رغم انك مش حافظ ولا حاجه طبعا. فهقول كده left hand side اللي هي tan سكوير 60، هتعمل الاول tan 60 على الكالكليتر هتطلع لك روت 3، لازم تعمل لها باور 2 زي ما هو امر، ماينس tan 45 هتعملها بالكالكليتر هتطلع 1، هتعمل لها انت بايدك باور 2. المنظر ده هيطلعته، هتروح تجيب الرايت هاند سايد، سؤال ببلاش، انا بعتبر ده سؤال هديه في الامتحان ومفيش حد بيغلط فيه. ساين 60 بالكالكليتر هتطلع لك روت 3 اوفر 2 باور 2 بلس كوساين 60 هتطلع هاف باور 2، ما تنساش الباور 2 بلس 2 ساين ال 30 هتطلع هاف، هتعمل دول على الكالكليتر هتطلع برضه 2، هتقول له يبقى الليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد. اللي بعده the relation between two measures of two supplementary is 3 to 5. Find the degree measures of each of the by degree by degrees and minutes. عايزها بالديجري والمينت. كلمة supplementary معناها ان السم انجل ب 180، برضه حاجة من بتعجب الجمهور، لو انت قفلت كده ده هيفكرك بحرف ال 8 او بنمبر ال 8، يعني تبقى عارف ان السمشن بتاعهم 180. تروح بقى تعمل لي الريشيو بتاعتك، طبعا هنا فيرست وهنا سكند وهنا الصم، ادي 3 وادي 5 والصم بتاعهم 8، والصم الريل اللي انت حافظه 100 كام؟ 80 كروس تجيب السكند كروس تجيب الفيرست
زي ما هو طلب منك، يبقى 5 تايمز 180 على 8 دي السكند، يبقى السكند هتبقى 5 تايمز 180 اوفر 8 وساعتها تطلعها. وبعد كده الفيرست هيبقى نفس الكلام 3 تايمز 180 اوفر 8. قال لك كومبلمنتري، يبقى بدل ما الصم كان 180 هيبقى الصم 90. نروح اللي بعدها اكس واي زد از رايت انجل ترينجل. سؤال كلكم بتحبوه جدا جدا جدا، انك ترسم، والرسم هنا رسم سهل ومفيش فيه اي مشكله. هترسم رايت انجل ترينجل. اهم حاجه هو رايت في مين عشان انت تحط حروفك. قال لي اكس واي زد از رايت ات الواي، يبقى هي رايت هنا، يبقى التو ليترز مش هتفرق، هنا الاكس هنا الزد او العكس مش هتفرق. الاكس واي ب 6، الواي زد ب 8. خلاص؟ طبعا الواي زد سوري الواي زد ب 8. اصعد خالص ماشي، نعملها من تاني مش مشكله. طيب تاني ادي رايت انجل ترينجل اهو. قلنا هو رايت في مين؟ قال لي رايت في الواي، ادي الاكس ادي الزد، وقال لي الداتا اللي معايا ان الاكس واي ب 6، وقال لي ان الواي زد ب 8، الواي زد ب 8. طيب كده ناقصنا الهايبوتنس. طبعا 6 واي انا محفظك على طول، يبقى التالت بكام؟ ب 10. ولو عايز تعملها بايسيجرس نعملها بايسيجرس مفيش مشكله. الاكس زد انا عايز الهايبوتنس يبقى لازم اعمل بلس التو اذر سايدز باور 2 تطلع الانسر بتاعي برضه 10. طلب مني الكلام اللي موجود قدامك ده الاكسبريشن ده، طبعا كوساين يبقى سها، كوساين تاني يبقى سها، ساين يبقى سها، وساين هنا يبقى سها. وتاخد بالك بقى ان ده دايما اسمه اتش، ده الباشا، وتبتدي تشتغل. لما اقول لك كوساين اكس احنا قلنا سها الاوبزيت بتاعها، الاوبزيت بتاعها 8، يبقى اول حاجه عندي ده الكوساين، انا عايز كوساين الاكس، عايز الادجيسنت، يبقى ده الاوبزيت وده الادجيسنت اللي جنبه. انا عايز الادجيسنت على الهايبوتنس، يبقى هتبقى 6 اوفر 10. طيب بعد كده بيقول لي كوساين زد، اروح للزد بقى، الزد اللي هي دي خد بالك، ده الاوبزيت بتاعها وده الادجيسنت بتاعها العكس، ده الاوبزيت ده الادجيسنت، خد بالك. كوساين الزد يبقى الادجيسنت كام؟ 8 والهايبوتنس برضه 10. طيب ماينس ساين الاكس، ساين الاكس هتبقى اوبزيت على الهايبوتنس، الاوبزيت للاكس كان 8 والهايبوتنس ثابت 10. طيب ساين الزد الاوبزيت بتاع الزد كان 6 والهايبوتنس ثابت 10. المنظر ده الاثنين زي بعض بالظبط، وحتى لو عملتها بالآلة بالتأكيد هتطلع 0. طيب نروح اللي بعده. اي بي سي رايت انجل ترينجل برضه نفس الكلام، ادي البي الاي سي ب 10 البي سي ب 8، وطالب منك الكلام ده هسيبها لك تحلها لوحدك لان ما فيهاش اي حاجه، نفس اللي فات بالظبط. اللي بعدها اي بي سي دي ترابيزيوم، زي ما انت شايف الترابيزيوم هو انا هسيبه لك بس هرسمه معاك تاني. طبعا الترابيزيوم عندنا نوعين، لا اما رايت ترابيزيوم لا اما ايسوسيس ترابيزيوم، فلازم تركز في الكلام اللي مكتوب كويس جدا عشان ما ترسمش وتضيع وقتك على الفاضي. اي دي بارل بي سي، طب الكلام ده موجود في النوعين. ميجر انجل بي ايكوال 90، يبقى كده عرفنا احنا رايحين في انهي اتجاه. في الترابيزيوم اللي رايت، رايت في المين؟ رايت في البي. طبعا ادي الترابيزيوم اهو اهو، وطبعا دي اهم حرف عندي اللي هو البي. تعالوا نرجع نكمل. كان بيقول لي الاي دي بارل البي سي، يبقى هنا ايه؟ هنا دي، انا كاتب هنا بي، يبقى كان ناقصني السي وده بارل، ادي علامه البارل. نرجع تاني نكمل كلامنا. جه قال لي الاي بي ب 3 والاي دي ب 6، الاي بي ب 3 والاي دي ب 6. نكمل. البي سي ب 10، البي سي كلها ب 10، كلام جميل. طيب وبعد كده عايز بقى مني الفاليو بتاع الاكسبريشن. طبعا انا هنا لازم اعمل رايت انجل ترينجل، وفي النوع ده دايما كان بيبقى عندي 1 كونستراكشن مش 2 كونستراكشن. اروح عند الدي وانزل بلاين كونستراكشن واسميه هنا، طبعا ده هيبقى بيربنديكولار، وحط اي حرف يعجبك وليكن الاي. فهتقول لي كده انا هعمل كونستراكشن. الكونستراكشن ده اللي هو درو، رسمت ايه بقى سعادتك؟ رسمت اي
لاين سيجمنت بيربنديكولار على البي سي لاين سيجمنت. طيب لما ده يكون 6 يبقى اللي قدامه 6. طب دي كلها كانت بتمنع يا مستر؟ تبقى دي 4. لما دي تبقى 3 يبقى اللي قدامها كمان 3. طب 3 4 يبقى التالت كام؟ يبقى اللعب يا باشا على الترينجل ده لانه كمل بالنسبه لك. المطلوب مني كوساين دي سي بي، كوساين انجل دي سي بي. مطلوب ايه تاني؟ ماينس تان انجل اي سي بي، ماينس تان انجل اي سي بي. يلا كوساين احنا اتفقنا ان هي سهل. دي سي بي حدد حروفك، دي سي بي يبقى انت شغال هنا. وسهل ادجيسنت 4 والهايبوتنس كان 5 يبقى هنا 4 اوفر 5. ماينس تان اي سي بي، تان اي سي بي يبقى اشتغل في الترينجل الكبير. التاب بتاعتي اوبزيت اوفر الادجيسنت كله يعني 3 اوفر 10. وطبعا هتعملها بالقلم مش هيحصل حاجه، هتبقى هاف. يعني هنا تايمز 2 هتبقى 10 تايمز 2 هتبقى 8، 8 ماينس 3 5 اوفر 10 اللي هي هيطلع الانسر بتاعك هاف. وشكرا. اللي بعدها اي بي سي رايت انجل ترينجل ات البي. برضه بعد ما هترسم هتوزع بس ارقامك مع انتمين متخاصمين زي ما قلنا قبل كده. ادي ترينجل اهو رايت، رايت في مين اهم حاجه؟ قال لي رايت ات البي يبقى هنا بي وهنا ايه وهنا سي. طبعا الداتا بتاعتي دي محتاج اشتغل فيها شويه. يعني انا لو عايز منك اي بي اوفر اي سي انتمين متخاصمين، الاي بي فوق يبقى روت 2 تحت، الاي سي تحت طبعا مفيش نمبر هنا كاني الكوفيشنت ب 1، لازم تكون عارف المعلومه دي. طبعا كده خلاص هتوزع ارقامك. احنا قلنا الاي بي ب 1، البي سي الاي سي هتبقى روت 2. خلاص هروح اجيب بقى البي بايثاغورس ثيرم اللي هي هتبقى البي سي هيبقى روت 2 باور 2 ماينس 1 باور 2 اللي هي هتطلع طبعا بكام؟ 1. وتكمل بقى وكان عايز منك المين تريج ريشيو اوف انجل السي. طيب انجل السي المين تريج ريشيو دي معناها ساين وكوساين وتان. ساين وكوساين وايه؟ وتان. ساين السي هتبقى اوبزيت على الهايبوتنس يعني 1 على روت 2، كوساين السي هتبقى ادجيسنت على الهايبوتنس برضه 1 على روت 2، وتاني السي هتبقى اوبزيت على الادجيسنت اللي هي 1. طيب ده النوع الثاني يا اولاد من الايسوسيلس ترابيزيوم. من الترابيزيوم احنا خدنا الرايت، هناخد كمان الايسوسيلس. انا حاسس ان ممكن واحد يكون تاني. طيب هنا انا رسمه لك بس هرسمه لك تاني. طالما ايسوسيلس ترابيزيوم ده شكله طبعا بيبقى معروف جدا اهو. ده اللي هو النوع اللي بيبقى فيه اثنين كونستراكشن اهو اهو. طيب نبص كده في الداتا اللي معايا. بيقول لي ان مين بارل مين اهم حاجه عندي؟ الاي دي بارل للبي سي. طيب يبقى هحط هنا ايه، هنا دي، هنا بي، هنا سي، بحيث يبقوا ماشيين بنفس السيكونس اي بي سي دي. طبعا ده بارل ده. طيب التاني بيقول لي ان الاي دي ب 6 يبقى ده ب 6، البي سي ب 12 يبقى اللي تحت معايا هيبقى ب 12. جميل جدا. وطبعا راح ما ادانيش بقى حاجه تاني غير اهم معلومه جدا جدا اللي هي الاريا اللي هي ب 36. طبعا في ناس تشوف المنظر ده اريا ترابيزيوم ب 36 دي مش علينا. ايوه ما هو تراكم كوميليتيف. طبعا الاريا اوف الترابيزيوم لو انت مش عارفها اعرفها، بيز 1 بلس بيز 2 اوفر 2 تايمز الهايت ايكوال 36 ايكوال 36. طيب انا معايا البيز 1 ب 6 والبيز 2 ب 12 اوفر 2 والهايت مش معايا. الهايت مش معايا. مين الهايت ده اصلا؟ الهايت ده اللي هو ده او ده، الاثنين زي بعض. فممكن اسمي دي اف واسمي دي اي، وطبعا ده رايت وده كمان ايه. انا عايز اجيب واحد منهم. الكلام ده ايكوال 36. دي كلها هتطلع ب 9، هتبقى 9 اتش ايكوال 36. هودي ال 9 للاذر سايد ديفايدد هتطلع الاتش بكام؟ ب 4. لما جبت الاتش ب 4 خلاص كده الدنيا معايا ظبطت. ده 4 ده 4 ده 6، فده 6 المنظر ده ريكتانجل. يبقى لك 6 ديفايدد 2 هتبقى هنا 3 وهنا 3. 3 4 يبقى الهايبوتنس 5 وهنا كمان 5. مسألة جميلة جدا وفيها فكرة مش متكررة. عايز منك ساين بي بلس كوساين سي. طيب ساين بي بلس كوساين سي بسهولة جدا اجيبها لان انا كل حاجة عندي ساين بي بلس كوساين سي.
ساين البي هتبقى اوبزيت على الهايبوتنس، طبعا ادي البي الاوبزيت 4 الهايبوتنس 5 بلس كوساين السي ادجست على الهايبوتنس اللي هي 3 اوفر 5، فهيبقى الانسر بتاعي 7 اوفر 5 وشكرا. اللي بعدها ابتدينا بقى نخش في الجيومتري. if the distance between the two point كذا وكذا equal 5. طيب انا عارف الرول بتاع الديستانس اللي هو هكتبه لك تاني لو انت نسيه عشان تحفظه معايا، x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2. طيب تعال نطبق الرول. هتقول لي كده روت a minus 3a minus 1 خلاص باور 2 بلس 5 minus 1 باور 2. قال لي الانسر بتاعك هيبقى 5. عيش حياتك بقى. طيب قبل ما اعيش حياتي هنا طبعا ايه مع نيجاتيف ايه؟ طبعا انا ممكن اعمل عشان اشيل الروت هعمل ايه؟ سكويرنج تو بوث سايدز. سكويرنج بوث ايه؟ بوث سايدز عشان اطير مين؟ عشان اطير الروتس اللي معايا. طيب لما اجي اعمل سكويرنج يبقى ده هيبقى كله باور 2 وده هيبقى كله باور 2. يبقى دي بقى شكلها ايه؟ بقى شكلها ايه؟ ماينس 3a بلس 1، دخلت بس النيجاتيف جوه باور 2، ودي هتبقى 4 باور 2 اللي هي 16، ودي هتبقى 25. هودي دي الاذر سايد طبعا بالنيجاتيف فهتطلع دي ب 9. هنظبط دي شويه هتبقى نيجاتيف 2a بلس 1 باور 2 ايكوال 9. هودي دي بالروت هتبقى خد بالك بقى من اللي جايه دي نيجاتيف 2a بلس ال 1 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. عشان اللي بيعمل شيفت كالك بيطلع له انسر واحد بس. هبتدي بقى اقسم الصفحه كده معايا واحل دي. احلها ازاي؟ هتبقى مره نيجاتيف 2a بلس ال 1 ايكوال بوزيتيف 3 ومره نيجاتيف 2a بلس ال 1 ايكوال نيجاتيف 3. ايكويشن بقى دي هتروح ماينس يبقى نيجاتيف 2a ايكوال 2، دي هتروح ديفايدد يبقى ال a نيجاتيف 1. دي هتروح ماينس يبقى نيجاتيف 2a ايكوال نيجاتيف 4، دي هتروح ديفايدد يبقى ال a بتاعتي بكام؟ ب 2، وهم دول التو فاليو بتوع اللي بعدها. show the type of the triangle whose vertices are كذا وكذا وكذا. اهم حاجه due to ايه؟ side lengths. هتجيب 3 sides AB BC AC. لو 3 sides are equal يبقى equilateral. لو 2 sides are equal وside different يبقى isosceles. لو 3 sides different lengths يبقى scalar. يلا طبعا برضه شغل موظفين ملتزمين مفيش فيه اي مشكله. 3 minus 1 باور 2 بلس ما تنساش بس الباور 2 الكلام البسيط ده 3 minus 5 باور 2 وجهزه مع الاله. بعد كده بي سي بالترتيب الناس اللي بتتلخبط اي بي بي سي وبعد كده اول مع اخر. بي سي هيبقى روت 1 minus 1 باور 2 بلس 5 minus 3 باور 2. بعد كده اخر حاجه الاي سي هيبقى روت 3 minus 1 باور 2 بلس 3 minus 3 باور 2. طيب دي هتبقى 4 و4 دي برضه هتبقى 4 هتبقى روت 8 اللي هي 2 روت 2. طيب طبعا ليتس يونت عشان ناخد فول مارك. هنا دي هتبقى 2 هنا دي هتبقى 2. يبقى طبعا كده معايا 2 sides are equal in length، فده معناها ان ده ايه؟ ده معناها على طول ان ده isosceles. يبقى since ان BC equals AC يبقى therefore ان triangle ABC is an isosceles triangle. اللي بعدها prove that the points A و B and C which belongs to the orthogonal Cartesian coordinates plane lay on the circle whose center. طيب عشان اثبت ان هي سيركل بجيب طبعا الام A ام بي، يعني الام دي مع كل واحده مره مع الاي ومره مع البي ومره مع السي. طيب يلا نجيب الام A والام بي والام سي. طبعا كلهم هيطلعوا زي بعض لان احنا عارفين ان كل دول ريديوس والكلام ده هتاخده الترم الثاني بالتفصيل. ام A هتبقى نيجاتيف 1 minus 3 باور 2 بلس
2 ماينس نيجاتيف 1 يعني 2 بلس 1 باور 2. بعد كده الام بي هتبقى روت نيجاتيف 1 ماينس ال 4 يعني بلس 4 باور 2 بلس 2 ماينس 6 باور 2. بعد كده الام سي هتبقى 2 نيجاتيف 2 احنا قلنا هتبقى نيجاتيف 1 ماينس كام؟ ماينس 2 باور 2 بلس 2 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 باور 2 واعمل كل واحده فيهم. دي طبعا هتبقى 16 ودي هتبقى 9 هتطلع 5 يبقى 5 5 5 لينس يونت لينس يونت لينس يونت. ايه المطلوب؟ طبعا دي كده خلاص سيركل. عايز السيركمفرنس بتاعي والاريا. طبعا السيركمفرنس ده كوميوليتيف قانون تراكمي لازم تكون عارفه 2 باي ار. هل هو مديك الباي؟ لا، يبقى عايزها انترنس اوف الباي يبقى 2 5 وهنا باي اللي هي هتطلع 10 باي. طب الاريا اللي هي باي ار سكوير ادي الباي مكان الار هتبقى 5 اول باور 2 اللي هي 25 باي. ما تنساش هنا لينس يونت عشان اللي عايزين يقفلوا وهنا سكوير يونت. طيب اللي بعدها show the type of the triangle ABC according to its angles. هنا بقى الرول الوحيد او المساله الوحيده اللي بعد ما بيجيب الديستانس لازم تعملها باور 2 عشان تبان معاك. فهجيب اي بي وبي سي واي سي. بعد ما هجيبهم لازم اعملهم باور 2 عشان اعرف ده رايت ولا اوبتيوس ولا اكيوت. فاي بي هتبقى نيجاتيف 1 ماينس 5 باور 2 بلس 3 ماينس 1 باور 2. بعد كده البي سي هتبقى 5 ماينس 6 باور 2 بلس 1 ماينس 4 باور 2. بعد كده الاي سي نيجاتيف 1 ماينس 6 باور 2 بلس 3 ماينس 4 باور 2. ونشوف الانسر بتاع كل واحده فيهم. هتبقى 36 قلنا هنا بلس 4 هتبقى روت 40 يعني هتطلع 2 روت 10 اللي هي طبعا سكويرنج تبقى 40. اللي بعدها دي هتطلع هنا 1 باور 2 هتبقى 1 وهنا هتبقى 3 باور 2 هتبقى 9 اللي هي هتبقى 10 روت 10. واللي بعدها هتبقى 36 وهنا برضو 1 هتبقى 49 1 هتبقى روت 50 اللي هي 5 روت 2 لينس يونت لينس يونت لينس يونت. ما بانتش. ليه ما بانتش؟ لان هي مش معموله باور 2. اكبر واحد فيهم الاي سي سعادتك هتعمله باور 2 اللي هي 5 روت 2 يبقى اكوردنج تو اتس انجل لازم تعمل باور 2 للديستانس بتاع كل سايد فيهم. دي هتطلع 50. طيب بالنسبه للبي سي باور 2 اللي هي روت 10 باور 2 اللي هي هتطلع 10. طيب الاي بي باور 2 الاي بي باور 2 كانت ب 2 روت 10 2 روت 10 باور 2 اللي هي هتطلع ب 40. كده وضحت جدا ان الكبير بيساوي مجموع الاثنين دول. يعني الشكل ده ايه؟ يعني الترينجل بتاع اي بي سي رايت انجلد ترينجل رايت انجلد ترينجل. يبقى بكرر تاني according to its angle لازم تعمل سكويرنج لكل سايد انت جبته. لكن لو according to its sides هتبان معاك على طول. another question اللي بعده ABCD is a quad where ABCD وعايزين نثبت ان ده سكوير. عشان اثبت ان ده سكوير هجيب الاي بي والبي سي والسي دي والاي دي والدياجونال. فهقول كده اي بي بي سي سي دي وبعد كده اي دي. ومش هكتفي بكده لازم اجيب معاهم الدياجونال اللي هو قلنا اول مع ثالث يعني ايه مع السي وثاني مع رابع يعني بي مع دي. طيب الاي بي هتبقى روت 2 ماينس نيجاتيف يعني بوزيتيف 3 باور 2 بلس 4 ماينس 0 باور 2. دي هتبقى 25 ودي هتبقى 16 هتبقى 5 باور 2 25 و16 طبعا اللي هي هتطلع كام؟ 41. بي سي هيبقى نيجاتيف 3
ماينس نيجاتيف يعني بوزيتيف 7 باور 2 وهنا 0 ماينس 5 باور 2 هتطلع برضو طبعا 16 25 اللي هي روت 41. طيب السي دي نفس الكلام اللي هي هتبقى نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف يعني بلس 2 باور 2 بلس 5 ماينس 9 باور 2 اللي هي هتطلع روت 41. واخر حاجه خالص الاي دي اللي هي هتبقى نفس الكلام اي دي بقى يبقى 2 ماينس نيجاتيف يعني بوزيتيف 2 باور 2 بلس 4 ماينس 9 باور 2 اللي هي هتطلع روت 41. كل ده طبعا لينس يونت لينس يونت لينس يونت لينس يونت. طب الاي سي بقى الاي سي والبي دي لازم يطلعوا زي بعض برضه. الاي سي اللي هو هيبقى 2 ماينس نيجاتيف 7 يعني 2 بلس 7 باور 2 بلس 4 ماينس 5 باور 2 وبعد كده البي دي هيبقى نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف يعني بلس 2 باور 2 بلس 0 ماينس 9 باور 2 والاثنين هيطلعوا زي بعض هتبقى 81 و 1 اللي هي هتطلع روت 82 روت 82 الاثنين زي بعض طبعا يبقى في الحاله دي الشكل ده طبعا سكوير 2 دياجونال قد بعض والفور سايدز قد بعض. اللي بعدها نفس الكلام عايز اثبت ان ده ريكتانجل برضه انت عارفها هتجيب الاي بي هنجيب بي سي سي دي اي دي هيطلع اي بي قد السي دي وهيطلع بي سي قد الاي دي. مش بس كده لازم اجيب الدياجونال اللي هو اول مع ثالث وثاني مع رابع ولازم الاثنين يطلعوا قد بعض يبقى انت كده ثبت ان هو ريكتانجل وهسيبها لك تعملها لوحدك. اللي بعدها ذا بوينت 31 از ذا ميد بوينت. هنا بقى الميد بوينت انا راسمها لك بس انا عايز ارسمها تاني. اي سؤال ميد بوينت بعد اذن حضرتك ارسم اللاين. قال لك الميد بوينت 31 هتيجي في النص كده وتكتب لي الميد بوينت اللي هي 31. البوينت بتاعتي كانت 1 واي والبوينت الثانيه كانت اكس و3. دايما 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 ده بيتكتب بره. الميد بوينت بيتكتب فين؟ بيتكتب بره. يبقى 3 و1 ايكوالز طبق الرول بتاعك 1 بلس x over 2 كوما y بلس 3 over 2. الأول زي الألجبرا 1 بلس x over 2 equals 3 وهنا التاني بلس التاني يبقى 1 بلس 3 over 2 equal 1 وعيش حياتك بقى. طبعا 2 تايمز 3 هتبقى 6 و1 بلس x equals 6 وادي ال 1 بالماينس يبقى x 5 هنا 2 تايمز 1 هيبقى 2 y بلس 3 equal 2 وادي ال 3 بالماينس هتبقى y بنيجاتيف 1 يبقى البوينت اللي هو كان عايزها 5 ونيجاتيف 1 هو كان عايز اكس 1. اللي بعدها نفس الكلام السي از ذا ميد بوينت اوف الاي والبي هنرسم نفس الكلام بس هنا ما عنديش الاي خالص فهرسم برضه لاين سيجمنت اهو ادي الاي ادي البي وادي الميد بوينت اللي بتتكتب بره اللي هي 6 ونيجاتيف 4. اهم حاجه ترص صح في الميد بوينت بالظبط. هنا 5 ونيجاتيف 3 والبي بتاعتي كانت بكام؟ مش موجوده خالص فهقول عليها اكس وايه؟ واي وده هيتكتب دايما بره وتعيش حياتك بقى زي اللي فاتت عشان تتاكد انك فهمت. اللي بعدها اي بي سي دي باراليلوجرام زي ما انت شايف معاك الاي معاك البي معاك السي طبعا انا راسمها. Find the two coordinates of the point at which the diagonal intersect then find the coordinates of the point. طب انا معايا الاي ومعايا البي ومعايا السي ومعيش الدي فكتبت الدي وكتبت عندها اكس و1. انا لو هفكر انا عارف ان هم بايسكت اتش اذر فهشتغل على الميد بوينت. مين اللي كامله؟ اللي كامله الاي والسي. هروح اجيب الميد بوينت بتاعت الاي والسي. عشان اجيب الميد بوينت بتاعت الاي والسي اللي هي اسمها هنا او هتبقى عباره عن ايه؟ الاول مع الاول يعني 3 بلس 0 اوفر 2 والتاني مع التاني يعني 2 ماينس 3 اوفر 2 هتطلع الاولانيه 3 اوفر 2 والثانيه بنيجاتيف هاف. كده انا معايا البوينت دي خلاص جبناها اهي. طب انا قلت لك لما يكون معاك الميد بوينت تحطه فين؟ تحطه بره. خلاص وانت مش عارف الدي ومعاك البي يبقى البوينت دي في انذر ستيب هتتكتب 3 اوفر 2 ونيجاتيف هاف دي الميد بوينت وطبق بقى الرول مع التو بوينت التاني. انا ما اعرفش الاكس يبقى اكس بلس 4 اوفر 2 اكس بلس 4 اوفر 2 اهي
تاني اكس بلس 4 اوفر 2 كوما الواي برضه ما اعرفهاش، الواي مع نيجاتيف 5 يبقى واي ماينس 5 اوفر 2. كده خلاص الاول زي الاول التاني زي التاني، يبقى اكس بلس 4 اوفر 2 ايكوال 3 اوفر 2، وهنا واي ماينس 5 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 1. تروح مع الطول اكس بلس 4 ايكوال 3، دي هتروح الاذر سايد بالنيجاتيف، يبقى الاكس بنيجاتيف 1. 2 كانسليشن مع 2 يبقى واي ماينس 5 ايكوال نيجاتيف 1، دي هتروح بلس تطلع الواي ب 4. يبقى البوينت اللي كان عايزها نيجاتيف 1 and 4. تمام؟ اللي بعدها هنا كولينير تقدر تشتغل بطريقتين، يا اما تجيب الاي بي والبي سي والاي سي ويطلع الكبير قد الاثنين الصغيرين، يا اما تشتغل بالسلوب. انا بفضل اشتغل بالاثنين، السلوب اوف الاي بي والسلوب اوف البي سي، واخر حاجه السلوب اوف الايه الاي سي. يبقى بالترتيب اهو لازم الثلاثه يطلعوا قد ايه؟ قد بعض. دي كانت الطريقه الثانيه على دي كمان. طبعا الثاني ماينس الثاني يعني 5 بلس 1، وهنا 6 بلس 3 هتبقى 6 اوفر 9 اللي هي ديفايدد 2 ديفايدد 3 هتبقى 2 اوفر 3. نفس الكلام السلوب بتاع البي سي بقى هيبقى 3 ماينس 5 اوفر 3 ماينس 6، نفس الكلام 2 اوفر 3. طب السلوب اوف الاي سي هيبقى 3 بلس 1 اوفر 3 بلس 3 اللي هي برضه 2 اوفر 3، يبقوا كولينير. طيب اللي بعدها the slope of a straight line then find the length of the y-intercept. انا المنظر اللي قدامي ده بحب اخليه ستاندرد. يعني ايه؟ هو بيقول لي 5x بلس 4y بلس 10 equals 0. لو انت قدرت تخليه الواي ايكوال ام اكس بلس السي، فالام اتعرفت والسي اتعرفت. طيب عشان اخلي المنظر ده اولا هثبت دي، ودول هيروحوا الناحيه الثانيه، فهيبقى ال 4y زي ما هي. هقول ل 5 اكس انا مش عايزك فهتروح بالنيجاتيف. هقول ل 10 انا مش عايزك فهيزعل ويروح بالنيجاتيف. طيب انا دلوقتي مش عايز ال 4، ماشي، يبقى هعمل ديفايدد 4 ديفايدد 4 ديفايدد 4، دي بقت واي زي ما انا عايزها، دي بقت نيجاتيف 5 اوفر 4 اكس، ودي طبعا ديفايدد 2 هتبقى 5 ديفايدد 2 هتبقى 2. هو كان عايز مني اللينس بتاع الانترسبتد بارت، اظن ان انا جبته اهو زي ما انت شايف، يبقى السي ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 2. طب لو كان عايز السلوب يبقى السلوب نيجاتيف 5 اوفر 4، ودي احلى طريقه لحل السؤال ده. Prove that the straight line which passes through the point parallel. عشان اثبت ان هم parallel بجيب الام 1 واجيب الام 2، ولازم الاثنين يطلعوا زي بعض زي ما قلنا في بدايه الحصه. الام 1 هيبقى 4 ماينس 3، خلاص حفظنا الرول بتاع 2 بوينت، وهنا 2 ماينس ماينس يعني بلس 1، هتطلع فوق 1 وتحت 3. طيب الام 2 انا قلت لك هنا نيجاتيف كوفيشنت الاكس، الاكس اصلا كانت بنيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 على اللي جنب الواي 3 تطلع برضه 1 على 3، ده معناها ان ال 1 باراليل لل 2. طيب if the straight line was equation زي ما انت شايف باراليل برضه باراليل للسلوب او الستريت لاين اللي عامل انجل ب 45، من الام 1 اقدر اجيبها ازاي؟ نيجاتيف اللي جنب الاكس يعني نيجاتيف ايه على اللي جنب الواي 2. طب دي الام 2 سهله جدا 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 وادفع حاجه في الحياه، ده 45 1، وانت بتقول لي ان هم باراليل، ده معناها ان هم الاثنين قد بعض، يبقى نيجاتيف ايه اوفر 2 ايكوال 1 هاف كروس، يبقى الايه على طول بنيجاتيف 2. طيب اللي بعدها if the straight line passes through the 2 point and the straight line L2 makes the positive direction of x axis، برضه مديني الانجل ب 45، عايز الكي لو هم بيربنديكولار. طيب الاول هجيب الام 1، الام 1 من ال 2 بوينت هيبقى كي ماينس ال 1 اوفر 2 ماينس ال 3، فوق ما تتعملش تحت تتعمل. طيب الناحيه الثانيه الام 2 هيبقى تان 45 اللي هي 1. الله انت بتقول لي بيربنديكولار يعني شقلب، خلاص حفظنا، واقلب شقلب واقلب، هشقلب واقلب اللي فيه النيجاتيف افضل، لما شقلب ده هيبقى 1 اوفر كي ماينس ال 1، اقلب يعني بدل ما هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف. الكلام ده ايكوال كام؟ اعمل لها كورس يبقى اوفر 1، فوق زي فوق يبقى تحت زي تحت، يبقى كي ماينس ال 1
ايكوال 1 وادي دي الاذر سايد تطلع الكي. السؤال اللي بعده find the equation of the straight line. اول ما نلمح كلمه find the equation خلاص حفظنا الواي ايكوال ام اكس بلس السي. سعادتك بتدور على الام وبتدور على السي. طيب which is perpendicular يبقى الاسلوب اللي هجيبه شقلب وقلب. طيب مديني ايكويشن الاسلوب من هنا هيجي ازاي؟ نيجاتيف اللي جنب الاكس اللي هو 1 على اللي جنب الواي اللي هو 2. هل ده اللي هيتحط؟ لا، احنا قلنا ايه؟ شقلب وقلب. المره المليون ايه بنكتبها؟ شقلب وقلب. خلاص حفظت. لما شقلب وقلب ده هيبقى ايه؟ طبعا نيجاتيف هاف. لما تتشقلب تبقى 2 بالبوزيتيف يبقى الواي ايكوال 2 اكس بلس السي. طيب ده من جمال السؤال اللي هو بيقول لك انترسبت ا بوزيتيف بارت وقال لك 7. طب انت عايز ايه تاني؟ يبقى 2 اكس ومكان السي هتحط بوزيتيف 7 وشكرا على كده. اللي بعدها find the equation ما تستناش يبقى الواي ايكوال ام اكس بلس السي. طيب which passes through the point يبقى انا كده هجيب الاسلوب ازاي؟ خلاص عرفنا الام هتبقى بالرول بتاعي الثاني ماينس الثاني على الاول ماينس الاول اللي هي فوق النيجاتيف 6 تحت نيجاتيف 2 طلعت 3. يبقى الواي ايكوال 3 اكس بلس السي. يا مستر عايز اجيب السي. اول ما تشوف كلمه اورجن بوينت ما تفكرش السي بتاعتك بزيرو. يبقى الواي ايكوال 3 اكس. شكرا. طيب اللي بعدها بيقول لي معايا A و B و C find the equation of the straight line which passes through the midpoint. دي بقى طبعا لازم ترسم ادي ترينجل اهو A B C عشان دي فيها قصه شويه. ال A 5 ونيجاتيف 1 وعلى فكره جت في النماذج الاستشهاديه. ال B 3 و7 وال C 1 ونيجاتيف 3. هو عايز الايكويشن اللي هي passes through the midpoint of ال BC. يعني هاجي عند البي سي واجيب الميد بوينت. طيب تعالوا نسميها اي حاجه وليكن الليتر دي. عشان اجيب الدي هشتغل بالرول اللي انا عارفه 1 بلس 3 اوفر 2 كوما نيجاتيف 3 بلس 7 اوفر 2. يطلع الاولانيه ب 2 والثانيه برضه ب 2. يبقى انا كده معايا الدي ب 2 و2. انت عايز الايكويشن بتاعت الستريت لاين ده. يبقى هتشتغل في التو بوينت دول عشان تجيب السلوب. يبقى التاني ماينس التاني يعني 2 ماينس نيجاتيف 1 اوفر 2 ماينس 5. فوق هتبقى 3 تحت هتبقى نيجاتيف 3 يبقى السلوب بتاعك نيجاتيف 1. اكتب الايكويشن يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 1 اكس يعني نيجاتيف اكس بلس السي. طيب عايز اجيب الايه؟ السي. اخد اي بوينت منها واشتغل بيهم. تعال ناخد اللي هي ال2 وال2 افضل مكان الواي 2 مكان الاكس 2 بلس سي. تروح تجيب اذر سايد بالبوزيتيف تطلع السي 4. رتب حالك بقى خلاص اكتبها في الاخر الواي نيجاتيف اكس بلس 4. هي دي يا باشا الايكويشن. طبعا دي مساله تقيله يعني. هنا 43 find the equation of the straight line passing through the point. خلاص عرفنا ان دي بتاعت السي طبعا بوينت واحده perpendicular شقلب وقلب. هات لي بقى السلوب من هنا. السلوب من هنا هيبقى الثاني ماينس الثاني يعني بلس عشان ماينس ماينس. وهنا 5 ماينس 2 طلعت نيجاتيف 1 وتحت طلعت 3. طب مش هو ده اللي هحطه لانه قال لي بيربنديكولار. شقلبه يبقى 3 اوفر 1 اقلبه يبقى بالنيجاتيف. يبقى ده السلوب اللي انا عايزه. يبقى ده الام 1 ده الام 2 يبقى الواي ايكوال 3 اكس بلس السي. فاضل لي اجيب السي. دي الاكس ودي الواي اللي هشتغل بيها. مكان الواي 2 مكان الاكس 1 بلس السي. يبقى 2 ايكوال 3 بلس سي. وادي 3 الاذر سايد بالنيجاتيف يبقى السي بنيجاتيف 1. يبقى الايكويشن 3 اكس ماينس ال 1. اللي بعدها برضه فايند ذا ايكويشن. بص السؤال اتكرر كام مره. يبقى الواي ايكوال ام اكس بلس السي. طيب بيقول لي whose slope is equal to the slope of the straight line y minus 1 على x equal 1 على 3. طبعا دي مساله محتاجه تتظبط. شكلها طبعا يضايق ولكنها سهله جدا. والمنظر ده يجبرك انك تروح تعمل ايه؟ تعمل كروس. فهتبقى 3y minus 3 equal x. طبعا دي هتروح الاذر سايد بالبوزيتيف. هتبقى 3y equal x بلس 3. اقسم على 3 كله عشان تظبط شكلها. هيبقى الواي ايكوال x اوفر 3 بلس ال 1.
كده السلوب بتاعي طبعا اللي هو هيبقى 1 على 3، يبقى مكان الام هحط 1 اوفر 3 اكس بلس السي. تعالى نشوف كده مديني السي ولا لا. مديهوني، يقول لي انترسبتس ا نيجاتيف بارت 3، يبقى مكان السي هحط نيجاتيف 3، يبقى ثيرد اكس ماينس 3 وشكرا. find the equation برضو of the straight line، برضو نفس الكلام، يبقى y equal mx plus c which intercepts the two axes two positive parts of length 1 and 4 for x and y axis respectively. طبعا المنظر ده لو انت فاهم هتعرف تحل. احنا قلنا السلوب هو الديفرنس بتاع الواي على الديفرنس بتاع الاكس. المسافه اللي طلعتها دي كانت كام؟ كانت 4. يبقى لما احب اجيب الام اشوف انا طلعت كام؟ 4 خلاص، ومشيت قد ايه؟ 1، يبقى الام ب 4. طيب السي هو الستريت لاين ده بعد عن الواي اكسس مسافه مشي قد ايه؟ مشي 1، يبقى السي بكام؟ 1 وبالبوزيتيف لانه راح ناحيه البوزيتيف اكس اكسس. يبقى دي بس محتاجه واحد فاهم جراف كويس، يبقى 4x بلس 1، وطبعا مساله مشهوره وجات كتير جدا 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 في الامتحانات. طيب هنا in the opposite figure the point C is the midpoint of ال AB where ال C في C 3 و 4 وطبعا الاورجن بوينت. طيب هنا لازم تحدد البوينت اللي انت عايزها. هنا انا معايا ال A مشي اكس ووقف، يبقى هنا كام؟ اكس وزيرو. طيب البي عند الزيرو طلع مسافه انا ما اعرفهاش، يبقى زيرو كام؟ الراجل بيقول لك ان دي الميد بوينت، اتعامل معاها كمساله عاديه. انا قلت الميد بوينت بيتكتب بره، يبقى 3 و4. طبق الرول بتاعك بقى على التو بوينتس اللي عندك. يبقى هقول كده 0 بلس اكس اوفر 2 كوما واي طبعا البوينت الثانيه اهي واي بلس 0 اوفر 2، واي بلس 0 اوفر 2. خلاص كده الفيرست زي الفيرست. طبعا 0 بلس اكس باكس اوفر 2، الكلام ده ايكوال 3، اضرب يبقى الاكس ب 6. هنا نفس الكلام واي بلس 0 يعني واي اوفر 2 ايكوال 4، اضرب يبقى الواي ب 8. اعتقد ان احنا كده جبنا التو بوينتس بتاعتي. يبقى دي بقت كام؟ 6 و0، والثانيه كانت الثانيه كانت 0 8. طيب طالب ايه تاني؟ لو انا عايز هنا بايثاغورس، طبعا انا مشيت هنا 6 وطلعت هنا 8، فيبقى الديستانس دي كلها هتبقى 10، لانك هتتعامل معاه طبعا كايه؟ كبايثاغورس. ممكن يجي يطلب منك الاريا، لو طلب منك الاريا هيبقى هاف تايمز المسافه اللي انا مشيتها هنا كانت 6 واللي طلعته هنا كان 8، وتعملها بالاله تطلع 24 سكوير يونت. ده كل حاجه ممكن تيجي في السؤال. طيب وبكده يبقى احنا نهينا المراجعه. اتمنى زي ما انا قلت سؤال ما تقلقش، اللي بيتعب بيلاقي، وانت تعبت طول السنه، ومع المراجعه دي ان شاء الله باذنك يا رب هتقفل وهتجيب احسن درجه بتتمناها، وربنا معاكم، واشوفكم ان شاء الله الترم الثاني